هيلجأوا للجنة التظلمات. طيب معانا الأستاذ كامل أبو علي. أستاذ كامل ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن خالد، صح؟ مساء النور. أستاذ كامل حضرتك في لندن دلوقتي ولا فين بالظبط؟ في لندن. في لندن. طبعا أكيد حضرتك سمعت القرارات اللي اتخذتها لجنة التظلمات النهارده. أولا قبل ما أكلمك على القرارات، هل أنتوا تقدمتوا بتظلم للجنة التظلمات عشان تقلل العقوبة؟ يعني انتوا كان ده الغرض من اللجوء للتظلم، صح؟ ده احنا قدمنا التظلم فعلا، قدمنا كل الادله وكل اتجاهات اللي بتحفظ حق النادي المصري، وبتقول النادي المصري ملوش ذنب في هذه الواقعه اطلاقا يعني. تمام. انا كنت متوقع ان اذا كان محكوم علينا بالمؤبد حكم علينا بالاعدام. يعني انا بستغرب لما بتقدم تظلم على الاقل بيثبت العقوبه لكن ما يزودش العقوبه. لكن حابب اقول لك كابتن خالد ان الوقت احنا بنتحرك من بعد الدور تحرك كبير جدا على المستوى المحلي والمستوى الدولي، وان شاء الله كل الكلام ده طبعا هيشل في ثغرات كبيره جدا في قرار اللجنه. اللجنه دي مش حاجه يعني هي ما بتحلش محل اتحاد الكوره، تمام، لكن هو محل اتحاد الكوره، وفي بقول لك يعني في ثغرات كبيره جدا. لكن انا مع النهارده مع المرشدين القانونيين والمحامي عندنا في زورخ يعني هنحتفظ بكل الاوراق بتاعتنا، وان شاء الله هتبقى في مفاجاه كبيره جدا في النهايه لصالح النادي المصري. ان شاء الله. استاذ كامل بس عشان نفهم واحده واحده، دلوقتي من المفترض ان النادي لجنه التظلمات دي اسمها لجنه التظلمات او الاستئناف، يعني انت بتستأنف على القرار اللي اتخذ ضدك. يعني انت مثلا متضرر من قرار ما، فاللجوء الاخير بيكون للجنه التظلمات اللي اتحاد الكره ملوش عليها سلطه. لجنه التظلمات لا الا بتبقي على القرار، لا الا بتقول لك لا انت فعلا مظلوم، بدل سنه هخليهم 6 شهور مثلا. لكن مش من حقها. بس هي لغت. اتفضل. هي لغت اتحاد الكوره كمان، هي لغت اتحاد الكوره نهائي. يعني هي لا تعترف باتحاد الكوره باي شيء. هي هم الساده اللي هم اصدروا هذا القرار هم كان يعني كل شيء. وده يعني انا اقول لك حاجه، النادي الاهلي قال مش هيلعب في بورسعيد لمده 5 سنين، طلع قرار برضه النهارده ب5 سنين او 6 سنين يعتبر. هتلاقي في النهايه هي بنلبي طلبات النادي الاهلي من اي تو زد. انا مش عاوز اخش في ده لان برضه بقول لك انا بلتزم برضه الحوار الهادئ، وان احنا في النهايه ناخد حقنا. يعني هو دلوقتي انا بقول لك في اتحاد دولي، والاتحاد الدولي يعني اكيد هيجيب لنا حقنا اكتر واكتر، وهيكون ملزم ان شاء الله على اتحاد الكوره بتنفيذ جميع قراراته. وانا بقول لك هذا الكلام لان في ثغرات كبيره جدا، ويمكن الناس المختصين بهذه اللعبه في الشؤون القانونيه عارفين كويس جدا ان الثغرات يعني على الاقل 7 8 ثغرات يعني وليس لهم الحق في اصدار مثل هذه العقوبات نهائيا. نهائي نهائي نهائي. تمام. طب عايز اسال حضرتك سؤال. يعني لحد الان عايز اسالك سؤال يا استاذ كامل. دلوقتي انت اتعمل عليك عقوبه من قبل اللجنه المؤقته. لو لم تتظلموا، لو انتوا ما تقدمتوش للتظلم، كانت هتفضل العقوبه زي ما هي، صح؟ بس النادي الاهلي مقدم تظلم برضه. يعني ما هو النادي الاهلي بص حضرتك، النادي الاهلي مقدم تظلم يوصل النظر في التظلم في الحاجه بتاعته هو، ما يخص بالظبط. ما انا بتكلم دلوقتي النادي الاهلي يتظلم في الحاجات اللي بتخصه، اللي هو عقوبات المنو الجزئيه، عقوبات الجمهور، عقوبات حسام غالي، ممكن يتظلم من الحكم لو كان متضرر من الحكم، لكن العقوبات اللي تخص نادي اخر لا يتدخل فيها النادي الاخر، بدليل دي قوانين الاتحاد الدولي يعني. فبالتالي انتوا لو لم تتقدم، يعني انا بس اسال سؤال بس يا كامل، لو انتوا لما تقدمتوش بتظلم للجنه التظلمات كانت ستبقى العقوبه كما هي، صح ولا لا؟ لان مش من حق لجنه التظلمات تنظر في شيء ما جالهاش، صح؟ ما فيش شك. تمام. استاذ كامل شكرا. استاذ كامل من لندن، انا عارف ان هو مسافر، فيعني قفلنا معاه التليفون بسرعه. هنا السؤال، ويا ريت تجيبوا لي المستشار حازم بدوي، طبعا رئيس لجنه التظلمات، عايزين نتفهم منه اشياء قانونيه بغض النظر عن صح او غلط. هقولها لكم بمنتهى الصراحه واحده واحده.
طيب تعالوا نروح الاول، بدل ما اقولها لكم بصراحه تعالوا نقول الاستاذ طبعا مدير النادي الاهلي كان تضرر من